أول مرّة سافرت لوحدي ما كنتش عارفة أعمل إيه، كنت مرعوبة، كل حاجة جديدة عليّا، بنت عندها 19 سَنة بتعمل كل حاجة بنَفْسها. المهارة الوحيدة اللي خلّتني أعيش ده وخلّتني بعد كده أقدر أسافر 18 دولة، مش بس إن أنا سافرت أول مرّة ولا تاني مرّة بولندا، هي مهارة التكيُّف. ومهارة التكيُّف ده ممكن يتحط تحتها مهارة flexibility resilience، بس هي دي المهارة فعلًا اللي من غيرها أنا ما كنتش هاقدر أسافر كل الدول دي، وأنتم كمان من غيرها مش هتقدروا إنكم تشتغلوا، مش هتقدروا إنكم تدرسوا، هتبقوا موجودين على طول في الcomfort zone. أول مرّة سافرت لوحدي ما كنتش عارفة أعمل إيه، كنت مرعوبة، كل حاجة جديدة عليّا، بنت عندها 19 سَنة بتعمل كل حاجة بنَفْسها، بتقدّم على الفيزا، بتنزل القاهرة، بتروح السفارة. كل ده كان في دماغي، رايحة بلد جديدة، رايحة بلد أوروبية، مش عارفة هي هتعمل إيه، كل حاجة حرفيًا مختلفة عنها، عادات مختلفة، أكل مختلف، كل حاجة حرفيًا مختلفة، وهي ما تعرفش أي حاجة، تتعاملي مع أي موقف جديد أو أي موقف أنتِ لسه مش مرتاحة له أو أنتِ لسه مش عارفاه بطريقة ذكية وبطريقة مرنة، يعني تبقى عندِك flexibility. ده أول مرة بتجربوا الحاجة مش هتبقوا pro، وده مش هيخلّيكم كمان تتوتروا، لأ ده هيخلّيكم تفهموا إن أنتم عادي بتتعلموا، وإن إحنا بناخد الحياة step by step. الكلام ده مش بس للسفر، الكلام ده للدراسة، الكلام ده للشغل، الكلام ده حتى في العلاقات الاجتماعية، إن إحنا عادي، عادي جدًا إن إحنا نبدأ من الصفر، وهنتعوّد وهنتعلم في الطريق. أكلمكم أكتر عن المهارة وإزاي ممكن نقدر نكتسبها، قولوا لي ده أنا هاحب ده جدًا، أو في مهارات معيّنة تانية عايزينّي أتكلم عنها. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي subscribe على القناة.